مش معقول، شيء يحزنك يا اخي. تخيل مرض مؤمن زكريا طلع بسبب عمل معمول له. وايه علاقه مجدي عبد الغني بالموضوع؟ مش مصدق والله العظيم، انا مصدوم. بقى كل اللي كابتن مؤمن زكريا فيه ده بسبب عمل معمول له؟ طب يا اخي ده انت اللي عملت كده، ده انت جاحد. شايفه كل السنين دي بيتألم وبيتعذب وحياته بتتدمر وسايبه عادي كده؟ هو ايه اللي جرى في الدنيا يا جدعان؟ الله يخرب بيت الكوره يا اخي اللي ممكن توصلنا لكده. قاعدين امبارح ابو الكباتن في امان الله، وفجاه لقينا خبر صادم جدا عن مؤمن زكريا. بيقول ايه؟ بيقول ان في ترابي اللي هو الراجل اللي مسؤول عن المقابر يعني بيحفر علشان يزرع صباره. حلو كده. فلقى كيس اسود، فاخدوا الراجل وفتحه، لقى في حاجه اغرب من الخيال. لقى في صوره مؤمن زكريا ومكتوب عليها في ظهرها كلام بالاحمر وطلاسم كده وشيء مش مفهوم وكلام دجل. يعني كل اللي مؤمن زكريا فيه ده ابو الكباتن بسبب شخص الله يحرقه عمل له عمل. طيب ايه علاقه كابتن مجدي عبد الغني بالموضوع؟ الصدفه اللي ممكن تصدمك جدا، وانا مش عارف اصلا هي جت ازاي او هتركب ازاي، ان المقابر اللي الترابي لقى فيها العمل ده مملوكه لكابتن مجدي عبد الغني او عائلته. واللي طلع بعد كده طبعا وقال ان هو ما يعرفش اي حاجه عن المقابر دي من 40 سنه، وانه ليه هيعمل كده في مؤمن زكريا. يعني المرض اللي عجز فيه كل اطباء العالم ومش لاقيين له علاج يطلع بسبب عمل، ومسيرته اللي اتدمرت دي وحياته اللي وقفت دي بسبب عمل. يعني لما يكون من افضل لاعبي مصر وافريقيا يبقى بني ادم لا حول له ولا قوه كده بسبب شخص، يعني انا مش عارف اقول ايه جزاؤه عند ربنا بقى، يعمل فيه كده. يا اخي ايه السبب اللي يخلي شخص ينتقم من بني ادم بالطريقه البشعه دي؟ انا عايز افهم بس، يعني ما صعبش عليك كل السنين دي؟ ما هو انت اكيد شايفه قدامك. انا مش عارف اقول ايه والله يا ابو الكباتن، بس هسيبك انت تقول رايك في التعليقات.